أو أفيها ما أمكن من نظافة إذا كنت بقدر. يبدو إنه دي نفس السفنجة اللي أرضعتني وكانت بتلونني اللون. نوم تعال النوم تعال. مرة لقيت السفنجة دي قاعدة براها، كان فيها آثار غريبة إلى وطايات أرجل وحتى وطايات بتاع الأصابع، وكان بيها جزء من اللون. بعد ما كبرت عرفت إنه دي حاجة بقول لها الحنة، وكان فيها ريحة غريبة مشكلة. دي كانت ريحة أمي في السفنجة، ما عرفتها مشهور لكن فقدتها. ليه السفنجة ما فيها أمي؟ ليه السفنجة فاضية؟ أمي وين؟ أمي وين؟ أمي وين؟ كانت أمي راكبة بأجمل ما يكون في العنقريب المخرطة. رجلين العنقريب بتذكرهم منحوتة بشكل جميل جدا، مربع على دايرة، على ساب، على عنقريب، على أمي هي نايمة. دي كانت أول مرة إنه أنا أشوف فيها وأحس إنه أنا ممكن أمشي وأتأتأ وأمشي. وكانت هي بتمسكني ككائن عظيم وبتقول لي وانا بالفرح كنت حاسس انه داير يقول لي فعل عظيم كبير جدا، اللي هو الفعل بتاع المشي لوين؟ المشي لاتجاهات، المشي للسلام، المشي في كل الاتجاهات. لما بديت اجي كنت في ليلنا كله الركن ده للركن 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 ده، وكنت مالي البيت كله بالطاقه وبالاثار الحميمه الحافيه. وكنت حاسس انه ما في الدنيا دي حاجه ممكن تجيب. كنت بحلم انه الباب اللي كان بيجي ابوي وبوقف فوق الحياه يكون فاتح، عشان كنت داير امشي لما لا نهايه. عرفت انه ابوي كان بيجيب المويه من بحر الحديث، كان سقف، كان بخش كل البيوت عشان يرويها الناس الشجر، بهايم، البشر، ناس الشجر. حذائين انا كنت احب انه المعهم. بعد ما كبرت واكتشفت انه صاحب الحذاء القماشي رحل وانا لسه بفتح المدينه. على ما اعتقد انه مات ميتة جميلة، لانه كان في فراش بسيط، فراش للبنات يوقعها بالسودانية، فراش حميم يكتبوا فيه الآن، جزء منه حزن وجزء منه فرح. تتخطى الصواني الناس تاكل وتضحك وتقرقر وكأنه الموت ما بهذه الفجيعة العظيمة أن يكون الموت شيء حميم بين الناس، أن يكون الموت هو ذلك الحقيقة التي نبحث عنها ولا نصنعه ولن يصنعه أحد. فلتنتظر الموت قادم، فلماذا تصنعه؟ من أنت حتى تصنع الموت؟ الموت قادم فلتنتظر. وكلنا سنموت. الموت بجماله، الموت بهيبته، ومن حق الميت أن يستر، من حق الميت أن يستر. كرامة الجسد الميت أن يعود إلى الأرض، نفس الأرض التي تعلمتها من الرمل والتراب والطين، أرض التي أبحث عنها الآن وأنا صبي ملمع للأحذية. سألمع الأحذية، تلك الأحذية التي تخصني بالضبط. بعد أن وعيت ما هي الأحذية؟ عليك أن تلمع حذاءك عندما تقرر أن تذهب إلى مشاوير حقيقية. لمعه بنفس الصدق الذي تحقق به هذه المشاوير، أو خن حذائك بأنك تلمعه لأنك ترتكب في دقيقة، أو تحاول أن تحيك مؤامرة خفية، أو تحاول أن تهلك ما حولك، فلمعه بنفس الدم الذي ستلمع به قلبك. أنا ملمع أحذية وأبي كان سجل. جوز مويا جوز مويا جوز. Sometimes when we won't plan, I come to see Paul, this life we have to take more than zero thinking what we do, what we wear. It is just because we wear, because we want to be any human beings out in the street. No, this is not my job. My job to know how I wear, what I wear, what. Everything have a price. If you think about your price and you don't do that,
Hey, you have to think about it. لأنه البسطاء اللي كانوا بينحتوا المراكب دي، وكان مركوب فاشل ولا بقى مركوب بتاع بلد أو بقى مركوب بتاع قماش، قاعدين يجيبوا الحيوانات دي حقهم. ده حيوانات الله بتاعهم، دي نفس الحيوانات في حقهم، دي نفس الحيوانات إذا كانت أبقار أو إذا كانت ماشية أو حتى النمر، هو نفس النمر حقهم القاعد بيتربط الصيد وبيتربط خبرة إنه يصطادوه، مش بيمتعلوه، لا، مفاخرة لأنه إرث قديم لدينا بأنك شجاع تستطيع أن تلبس من جلد الأشياء التي اصطدتها ذات يوم. هذا يعني أنك أخطر الطاع كما تقتل ازرع، ولكن تقتل. ولماذا تقتل؟ مرة بتذكر بأجمل الأحذية الآن لمعتها على ما أعتقد أنها هي أو على ما أعتقد أنها هي حاجة زي كده، لأنه كانت شايلة فردة حذاء بيها ولابسة حذاء ومعها شنطة وهي ماشية تحتي وكانت بتفتش. أنا كنت عارف إنها هي بتفتش في المرة، متأكد، لأن الحكاية دي لأنها كانت بتفتش كده ما في زول، بتفتش كده ما في زول، بتفتش كده ما في زول. لما شافتني أنا حسيت بالطمأنينة، أنا طولت قلت لها كش كيش كش كش كيش 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 قام لابس يفتش، قام لابس مات من البرد كان كش 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 يبدو أنه قد انخلع من مكانه فأخذته بخدمة هائلة ونعجبه، وكأنني باش مهندس في مصلحة حكومية ولكن أجيد عملي، ثم في النهاية وضعت لها. كانت أرجلها ناعمة ودافئة وكانت جميلة، لكنني لا أستطيع لمسها، ولكنني وضعت لها الحذاء باحترام الهائل. كنت أعرفها من أحزنها ومن أصابعها، كانت تضع عليها طلاء جميل شديد جدا في كل أصبع لون مختلف جدا، أخضر أحمر أصفر أحمر، وعلى كل واحد رسمت نجمة 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 نجمة. على ما أعتقد أنها مثقفة، لأنه أرجو مثل هذه لا يمكن أن تكون إلى بلدية مثل الآية إلى بلدية. نعم، هذه مثقفة. اختيار الألوان حتى أصابعها تختلف تماما، كانت قمحية اللون، والحذاء لم أراه، وكانت به رائحة مريضة جدا لا تشبه رائحة أمي. كنت أحتاج أن ألمع هذا الحذاء لأطول فترة ممكنة في حياتي. Because sometimes you cannot find love. Love when you walk in the air, you have to find it and you have to follow it because it's a very, 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 very nice كل حال يعني أنا بفتكر إنه أي زول عنده مهنة، وأنا بفتكر إنه أي زول يا إخواننا الأحذية هي جزء لا يتجزأ من الأيديتي. الأحذية هي جزء لا تتجزأ من إلا هي تنطق بنا ومن نحن. هنالك الأحذية العالية، وهنالك الأحذية المتوسطة، وهنالك الأحذية البسيطة، وهنالك الأحذية التي هي ليست أحذية أصلا، هي جحيم تحول إلى حذاء. عندما ترتديه أنت ترتدي هذا الجحيم ثم تنطلق به، فعليك أن تفعل ما تشاء، عليك أن تحطم به الأبواب المغلقة، عليك أن تذكر به كل شيء تريد على ما تشاء، عليك أن تضعه على أكتف الجميع بدون فز، وعليك أيضا أن تجحر به ما يأتي من أجنة في الأرحام، وعليك أن تفعل به ما تشاء. هذا حذاءك فكن حذاء، كن حذاء كما أفعالك كن. على كل أنا أعتقد بأننا قبل أن نلمع الغبار من أحذيتنا حتى نشاهد التي نحتاج، علينا أن نلمع أحذية قلوبنا لتلك المشاعر التي تلمع الإنسان. تمشي في قلبك قبل أن تمشي في عقلك، قبل أن تمشي في الطريق، للطرقة لحرماتك ما للقلب، حرماتك ما للعقل، للعقل حرمات وهي الحرمة المقدسة. فإذا أنك فكرت تظن أن رأيت بأنك انعكاس للآخر، تأكد بأنك لن تستطيع أن
تخترق منزل، وإنك لن تستطيع because you had a rhythm and you feel you are strong, you cannot drop down my home. But I am listening because I am a free man. Please, kill me before you do anything. Goodbye. Please, for doing anything. No problem. Just why not? Spices. She's different. أنا أعتقد بأن الأشياء تكون أننا نمنع الأحذية من أجل قرش شيء بيزة جميل. الأرزاق بيد الله من أجل 5 10 20 الأرزاق بيد الله. عين 20 30 ذلك البخشيش يقول لك البخشيش كش 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 كش. الرزق يأتي من الحزام. الرزق يأتي من الحزام، والصبح يأتي أيضا من الحزام. ذلك أحذية الأموال ولا تراها في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر وتمشي على خطوات ذلك أحذية الفلاحين البسطاء لقد هي قريبة من العقول الجميلة. يتواجه هذه الأرض في الصباح الباكر، الضوء جميل ولطيف، البذور ما زالت على الأرض تستيقظ نشطة حتى تقوم وافرة وقطع وأشياء أخرى من البذور. الحميد الطير يأتي وبعض الحشرات الضار منها والنافع، ولكنه يكفي هذا المزارع. أصحاب المحال وصانعين الأشياء الجميلة وبالطبع الفنانين، وبالطبع الفنانين النحاتين وأصحاب الفنون الجميلة والعازفين وبعض المجانين الرقيقين جدا والشعراء وبعض الوعاظ الذين نحبهم والذين نرى بأنهم يروا كيف أن الله قريبا من لسانهم فينطقون الصدق. الصدق تراه في أحسن، تراه في مشيته، تراه في قوله، كذلك ترى القبح في أحسن الآخر. حذاء القاتل برائحة الدم يفوح حتى لو لمعته 1000 مرة، بينما حذاء المغني ضروب في مشيته يرقص على الطرق فرحا بما جاء. أبو لنا متبسط لك يا ودي فلاتي أحيي يا ودي فلاتي وكان لك الهدي ودي إليك الجيب جدد ما هي، ولكن أجمل ما في الأمر أننا والحذاء سياف. أيها الحذاء فاذكره جيدا، وهذا حذائي. لقد كنت صغيرا لهذه الدرجة، هو حذاء رقم 1. كنت صغيرا لهذه الدرجة ولم يعه يوما حتى أتذكر بأنني صغير كنت وبريء. كنت لو أنني حافظت على ذاك الشخص لربما كنت أكثر لمعانا من الآن، ولكن الظروف الخاصة بي جعلتني ألمع للآخر أحذيتهم، ولا بد لي أن ألمع حذائي الخاص. أما آخر الأحذية التي أكره أن أحكي عنها والحذاء، بالرغم الذي إلهي لا تدخلني في ظلمي، واعفني عن كل الأحزان التي لمعت وكانت سيئة المشاوير، واغفر لي على كل الأحزان التي لمعت ولم أكن أعلم بأن الضقينة بداخلها، وارحمني واغفر لي ولكل الذين يرتدون حتى الآن أحذيتهم بشجاعة وقوة وعزة وحرية. أنا فقط ملمع للحزام.
وقلت له يا اخي كويس ما في مشكله. التجربه اللي فاتت طبعا احنا اشتغلنا باربع لغات، لكن الان قلت يا اخي ما في داعي، ده اولاد البيت ما العوالم. لكن انا بحط له حق في الدم.